sheekh cabdulaahi berberaabina waxaan ugu tahniyadaynayaa inuu noqday ash'ama akhin fii qawmihi wa xisbihi kii ugu dhibka badnaayee sharka ugu badan u soo jiiday xisbigiisa oo wax badan oo qarsoonaa kalifay in dibadda loo soo saaro mar waxaa ku yidhi nin sheekoo da ahaan iyo cilmi ahaan bay sida ka weyn anaa diyaare kaalay la dood buuri lagama helin taas mar kalena waxaa ku yidhi rag mashaayikha oo dalabatu cilmi oo isagaa isku dabaqa ahaayeen oo ay shuyuukhda wadaageen markaana lagama helin nimanka inay gaala yihiin ma aaminsani anugu shakhsiyan laakiin ahlulbidac alkibaar inay ku jiraan baan aaminsanahay waa meesha ay naga soo gashay cudurka isla weynada wadaadada salafi isku tilmaamaan ama khawaarijta casriga ah ka hor ma maqli jirteen 70meeyadii wadaad isla weyn kibir ku jirmay wadaadada mutawaadiciin ay ahaayeen haddana soo kale waxaa lagu yaqiinay khawaarijta dad khilaaf jecel khilaafka dhexdoodana jamaacad u kala daadiyay imaam al-Maqrizi kitaabkiisa wuxuu ku sheegay 27 firqa inay u kala baxeen iyaga annaga weligaan waxaan maqli jirnay Shaafici Maaliki Xanafi وما خشن شافعي ذو كلا سيج جبتي ومايا ما خلي جرتين قادرية ذو كلا سيج جبتي ومايا لكن خوارج تعصرية هي كلا سيج جبتي وين صامالي وحكوا أركيسة الشباب وحكوا أركيسة الاعتصام وحكوا أركيسة السلفية الجديد هناخذ فكرة أهان لين فكرة أهان لكن عمل فيه شباب كل حكوا له هذا هرمرنا هنا خلينا كل حين مايا عقابت أنا جو حن كديجي أنا مكان حكوا قعنا كل لكن لو كل جود حكوا صعدة وحكوا الجوان تعصب كقبيل كدرادس قبيلة وكوتشرتا كي قانوا ولا صعدة وحن هاي سنة اعتصام وحن هاي سنة السلفية الجديدة حكوا الدويين فرق وين أمر حي حكوا الدويين وقبيل وحي فكر كي خوارج كحنبار سنة الدارات كا وحي ناخذين اعتصام فكر كي خوارج كوي حنبار سنة هويها أو حي ناخذين السلفية الجديدة لكن واسلدتك واسل فكرك مركزات رادة ويجري جرين وين جري دونان صفات كاسنا صفوين بدن وإسكليين دين الإسلام كان وحياة صار بريء أي كتاب دين الإسلام كخروح ذم الدين هي خروح الكسور جيستين دين الإسلام كإسلوين مخطط يجي إسلوين ذي حنبار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون